السلام عليكم، والنهاردة معانا الفيديو اللي كنت وعدتكم بيه عن مقارنة أنواع السبريهات الموجودة في السوق. وكنا عملنا فيديو اتكلمنا فيه عن الهاي ستيك سبراي بينت، وقلنا ان هو انتاج دولة الامارات، وان هو CFC فري او فريون فري، وان هو 100% اكليريك، وانه بيستخدم على نطاق واسع في تغطية الاسطح الداخلية والخارجية للمعادن والاخشاب والبلاستيك والجلد والاوراق. وكنا جربناه على الورق الجلوسي العادي، وجربناه على الورق الجلوسي المخصص لطباعة الصور الفوتوغرافية. لو ما كنتش شفت الفيديو هيظهر لك دلوقتي على الشاشة، تقدر تتفرج عليه وتشوف تفاصيل التجربة، وتشوف السبراي ده قدر يوصل لنا الكواليتي بتاعت الصورة المطبوعة على الورقة الجلوسي بيبر العادية زي الكواليتي بالظبط اللي كانت مطبوعة على الورقة الجلوسي المخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. وكنت قلت ان انا هعمل مقارنة ما بين انواع من السبريهات الموجودة في السوق، وفعلا انا جربت 4 انواع، والاربع انواع ما ادونيش النتيجه اللي انا عايزها. واحد فيهم كان خفيف، محتاج ان انا ارش من 3 ل4 طبقات علشان يوصلني للنتيجه بتاعه الكفرج اللي انا عايزها. والتاني كانت الماده اللي بتطلع منه لونها مصفر شويه، فلما كانت بتترش على الصور المطبوعه او المرسومه كانت بتغمقها. والتالت ده كان غريب بصراحه، كل عبوتين بلاقي عبوه الرشاش بتاعها مش شغال اصلا. فيعني الاربع انواع اللي انا جربتهم ما وصلونيش للنتيجه اللي انا عايزها، ودول اللي انا لقيتهم متوفرين قدامي في السوق. ومن وسط الاربع انواع دول لقيت نوع خامس اسمه ديوكس سبراي بينت، ده برضو انتاج دولة الامارات وCFC فري فريون فري، ما بيأذيش البيئة، و100% اكريليك، وبيترش برضو على المعادن والاخشاب والبلاستيك والجلد والاوراق. النهاردة هنجرب نرشه على الورق الجلوسي العادي ونشوف هل هو فعلا بنفس الكفاءة بتاعة الهاي ستيك سبراي بينت ولا أقل ولا أعلى. يلا بينا نروح للكمبيوتر نشوف الصورة اللي احنا اخترناها وهنجرب عليها الديوك سبراي بينت. وصلنا عند الكمبيوتر ومعانا صورة القطقوط المستخبي في الشراب ده. صورة بصراحة معبرة جدا. وزي ما اتعودنا هنعمل روتيشن للصورة دي علشان نطبعها في النص اللي فوق من الورقة. وهنروح على فايل وبرنت with بريفيو، وهنخلي العرض بتاعها 19 سنتي، وهنسيب من فوق النص سنتي بتاعنا علشان الصورة تنزل هنا كده. وهندوس برنت ونروح للبرنت دايلوج، ندوس على بروبرتيز وهنسيبها هنا ستاندرد زي ما اتعودنا، وبلين بيبر، والكواليتي هي اللي هنعملها هاي. وهنعلم على بريفيو عشان نشوف الصورة هتنزل فين في الورقة، وهنسيب كل حاجة زي ما هي ومش هنغير في أي حاجة تانية. وهندوس على أوكي، وهنختار منها 3 نسخ. هنطبع واحدة وهنسيبها زي ما هي، وواحدة هنرش عليها الهاي ستيك سبراي بينت، واحدة هنرش عليها ديوكس سبراي بينت. هندوس اوكي ونروح للبريفيو نشوف انها هتنزل هنا في الصفحة، وبعد كده هندوس ستارت برينتينج واشوفكم عند البرينتر. ووصلنا عند البرينتر ومعانا 3 ورقات. انا طبعا بقص الورقة على 2 اكنها A5، لان انا بحدد اني بطبع النص اللي فوق من الورقة. تمام، بحط الورقة هنا كده واقفل عليها وهندوس اوكي، وتاخد اول اوردر لطباعة اول نسخة. ممكن بقى نحط لها الورقة التانية. دي اول نسخة معانا طبعت. تاني نسخة طبعا، ممكن نحط الورقة التالتة. ده ورق جلوسي عادي 135 جرام، في منه ورق عادي وورق ستيكر. هو بيبقى مخصص لأغراض الطباعة العادية، مش مخصص لطباعة الصور الفوتوغرافية. هذه النسخة التانية، هتطبع النسخة التالتة. الورق ده بيبقى بدقة طباعة 2880 DPI أو دوت بير إنش، أو زي ما قلنا لو أنت كده جيت على الورقة حددت كده بوصة بالعرض وبوصة بالطول مربع كده، عندك 2880 نقطة
البرينتر يقدر يطبع عليهم تفاصيل الصورة. طبعا زي ما قلنا الورق المخصص لطباعة الصور الفوتوغرافية بيوصل الكواليتي بتاعته ل 5760 دي بي اي او ضعف الكواليتي بتاعة الورق اللي احنا بنطبع عليه دلوقتي. طبعا احنا مختارين الورقة دي مخصوص، انا عايز ورقة يكون الكواليتي بتاعها قليل علشان نجرب الكواليتي بتاعة السبراي عليها. يلا بينا بقى نروح نجرب السبراي كده على الصور. طبعا احب اقولك انك لو هتستخدم السبراي ده دايما تلبس كمامة علشان ما تأذيش صحتك، ولو عندك بلكونة او بره باب بيتك من الافضل انك ترش السبراي بره البيت علشان ما تأذيش عيلتك. وطبعا ده زيه زي الهاي ستيك سبراي بالظبط، بتحتاج ان انت ترجه قطع الازازة اللي انت سامع صوتها دي، بتحتاج ان انت ترجه قبل ما تستخدم السبراي واثناء ما انت بتستخدمه، وبترشه على بعد 30 سنتي من السطح او الصورة اللي انت هترش عليها. ومن الافضل ان انت ترش طبقتين خفاف افضل من طبقة واحدة كثيفة، وبتسيب ما بين الطبقتين اللي انت بترشهم من دقيقتين ل3 دقايق علشان الطبقة الاولى تنشف. واثناء ما انت بتستخدم السبراي ممكن تقلب العبوة وتضغط على الرشاش الاسود ده علشان ينزل السائل اللي محبوس جوه الرشاش الاسود ده اثناء ما انت بتستخدمه. انا بحب الزقهم على كرتون عشان تبقى الصورة مفرودة والسبراي يتوزع على الصورة كلها. تمام، انا عملت واحدة كتبت عليها هاي ستيك سبراي بينت والتانية كتبت عليها ديوك سبراي بينت. هنرش الاول الهاي ستيك سبراي. خليك بقى ايه ركز معايا كده وشوف هل هيبقى فيه تغيير وقتي ولا لا. دي كده اول طبقة. نحط كده اللي لسه مترشتش جنبها بس. في فرق طبعا. نجرب بقى الديوك سبراي بينت برضو، ركز كده. الديوك سبراي بينت اهو. دي كده اول طبقة للديوك سبراي بينت. هنستنى من دقيقتين ل3 دقايق وهرجع لكم تاني. خلصنا ال3 دقايق ورجعت لكم تاني، وادي شكل الصورتين بعد اول طبقة رش. هنرش دلوقتي الطبقة التانية من كل سبراي منهم. دي كده الهاي ستيك سبراي. دي الصورة بقى الاوريجينال. هنشوف هل في فرق. هنسيبهم برضو 3 دقايق وهرجع لكم تاني. ووصلنا المختبر ومعانا الصورتين. دي اللي مرشوش عليها الهاي ستيك سبراي بينت، ودي اللي ترش عليها الديوكس سبراي بينت، ودي الاوريجينال. تعال نقارن كده. دي الاوريجينال اهي قبل ما يترش عليها اي حاجة، ودي اللي ترش عليها الهاي ستيك سبراي بينت زي ما انت شايف. طبعا الكالرز احلى والدقة اعلى والتكستشر زي ما انت شايف هنا بتاع السبراي على الصورة. وبالنسبة لكفاءته في طبقة الحفظ،
زي الفل، مفيش اي حاجة. تعال نقارن كده الديوك سبراي بينت بالاوريجينال. واضح طبعا ان الالوان هنا اقوى مع اوضح، والكواليتي برضو اعلى. هنا تحس ان هي باهتة، والتكستشر برضو هنا تحس ان هو more glossy more shiny عن الهاي ستيك سبراي. الهاي ستيك سبراي مط شوية. تعال نشوف بقى كده قوة طبقة الحماية. زي الفل برضه، مفيش اي حاجة خالص. تعال نقارن بقى كده ايه الهاي ستيك سبراي بينت بالدوك سبراي بينت. هما قريبين طبعا جدا من بعض، بس انا حاسس ان الديوك سبراي بينت اتقل شوية. يعني انا حاسس حتى لما كنت برشه كان السائل اللي بيطلع من العبوة كميته اكتر من السائل اللي بيطلع من الهاي ستيك سبراي، مع انها كانت نفس مدة الرش بالظبط. وبعدين هنا انا حاسس ان الهاي ستيك سبراي بينت مائل للسيمي جلوسي او المط شوية، والتكستشر بتاعه متوسط. انما الديوك سبراي بينت انا شايف ان الفينش بتاعه الترا جلوس او بريميوم جلوسي، تمام، لامع بزيادة شايني، والتكستشر بتاعه ازيد. ففي الحالة دي احنا ممكن فعلا نعتمد الديوك سبراي بينت ان هو امن على الاحبار وعلى الرسومات بألوان الأكريليك والشاركول والدروينج بينتس عامة، ولكن ممكن نستخدم الهاي ستيك سبراي بينت في الصور المط والسيمي جلوسي اللي أنا عايزها تفضل زي ما هي، أو في الجلوسي اللي أنا عايز أحولها المط شوية، عايز أطفي لمعتها شوية. والديوك سبراي بينت أنا ممكن أستخدمه في الصور الجلوسي العالية لو انا عايز الجلوسي بتاعها يفضل زي ما هو، او لو عندي صورة سيمي جلوسي او مط وعايزها تبقى جلوسي. بس بصراحة انا شايف الاتنين الاداء بتاعهم ممتاز جدا جدا. الا ان انا عندي برضو نوت تانية للامانة، ان انا كنت كاتب على ظهر الورق بالقلم الجاف اسم السبراي اللي هيترش عليه، وزي ما انت شايف هنا انا ما كنتش بضغط بالقلم عشان ما يعلمش من الناحية التانية. ولما رشيت السبراي عليه زي ما انت شايف الهاي ستيك سبراي بينت مش مبين اي حاجة خالص من الناحية التانية. انما الديوك سبراي بينت انا كنت كاتب هنا، شوف حرف الدي هنا الجزء ده، تمام، لو قلبنا كده هتشوفه هنا في الانعكاس اهو. معنى كده ان الديوك سبراي بينت كماتيريال اقوى، عايز يترش على ورق اتقل. دي برضو حاجة من الحاجات اللي ممكن نعتبرها من الميزة لكل واحد فيهم، ان انت لو عندك ورق الجرامات بتاعته خفيفة اقل، يعني من 150 جرام، هيبقى امن لك ان انت ترش عليه الهاي ستيك سبراي بينت، وكده ممكن ترشه على كل الجرامات بتاعت الورق قليلة او عالية. انما الديوك سبراي بينت من الافضل ان انت ترشه على الورق ابتداء من 170 جرام وانت طالع، لان واضح انه اقل من 170 جرام بيبدأ يأثر على خامة الورق شوية وبيخليها تبقى سوفت او طرية، فبتبدأ تبين اللي في الجانب الاخر من الورق. يعني انا بصراحة ما كنتش حاطط في دماغي ان ده يعتبر حاجة من الحاجات اللي هنقارن بيها، لكن هي جت بالصدفة كده من عند ربنا، والحمد لله ان احنا قدرنا برضو نعرف حاجة زي دي، لان دي حاجة مهمة. بص هنا حتى الورق ده زي ما انت شايف ان هو ده ستيكر، تمام، فهنا عندك العلامة بتاعة الفتح بتاعة الستيكر، بص اهي، عشان تقدر تشيل الظهر بتاع الستيكر ببساطة، فعمل لك كده ايه قواطع تقدر تشيل منهم الستيكر، تمام. لو تركز بص هنا القواطع دي مش باينة، تمام، انما لو بصيت هنا هتلاقيها ظاهرة جدا. يعني ايه؟ عشان نبقى برضه فير انف، التانية اللي انا تنتها دي نرجعها تاني كده، تمام، بص
فهو لو اترش على ورق تقيل هيبقى ممتاز جدا جدا، بالذات لو انت عايزه يبقى الترا جلوسي او هاي جلوسي. لو انت بقى عايز تشتري الهاي ستيك سبراي بينت او الديوك سبراي بينت، هتلاقيني سايب لك رابط الشراء في اسفل الفيديو في الديسكريبشن، ونوع الورق برضو اللي انا استخدمته في الفيديو الستيكر، وانواع ورق اخرى هسيب لك رابط الشراء بتاعهم اسفل الفيديو في الديسكريبشن. واشكركم جزيلا لمتابعة الفيديو ومتابعة التجربة، واتمنى ان انت تشوف الفيديو بتاع الهاي ستيك سبراي بينت اللي احنا عملناه قبل كده وتتفرج على التجربة اللي احنا عملناها، واتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليك في المجال اللي انت بتشتغل فيه.